السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. بصوا يا بنات بقى اسرع طريقة لسلق الكرنب وتقطيعه. هنجيب حلة كده معايا على النار وهحط فيها مية لحد ما تغلي. جبنا الكرنبايه الحلوة دي البلدي، دلوقتي الكرنب البلدي موجود فجبت واحدة كده وبقطعها معاكم اهو. انا هوريكم الطريقة، خدوا فكرة بس مني، وانتي بقى جيبي براحتك خالص الكمية اللي تحبيها واعمليها بنفس الطريقة وشيليها عندك في الفريزر، واول ما تحتاجي تطلعي وتحشي على طول، تعملي الخلطة وتحشي على طول، مش هياخد وقت منك خالص. تمام كده. انا جبت كده زي ما قلت لكم الحله وحطيتها اهي الميه بتغلي، وقطعت كده كام ورقه كده من على الوش وفضيتها من عند الراس كده الكرنبايه. كده الميه غليت معايا اهي. حطيت فيها معلقتين من الملح، وحطيت كمان معلقه من السكر عشان لو انت هتشيليه في الفريزر كمادة حافظة، السكر مادة حافظة. وحطيت معلقة من الكمون اهو يا بنات. قلبته كده كويس قوي، وحطيت الكرنبايه بتاعتي بقى على وشها كده. حطيها الاول على وشها يا دوب تستوي كده اهو، لونها بصوا اتغير ازاي. نقلبها بقى على الناحية التانية كده، وبرده اول ما لونها يتغير كده يا دوب، متستنيش عليه كتير عشان ما يتهريش منك. دي بقى تسحبي منه كده. بصوا سهلة ازاي خالص، نسحب منه كده اهو يا بنات زي ما انتوا شايفين. الطريقة دي ما خدتش مني وقت خالص، وانا واقفة كده عملته على طول، حتى قطعت وانا واقفة. الاول كنت بقعد كده ولازم اقعد بقى واقطع وانا قاعده وكده واخد وقت كبير قوي فيه. لا دي اسرع طريقه بقى. هكمل كله بقى بالطريقه دي. بقيت الورق اللي عندي بقى كله هحطه ويستلق برده بنفس الطريقه واطلعه اهو يا بنات. بحط كده حوالي 3 كده او 4 حسب ما تاخد الحله معايا. بصوا بقى الورقه كده بالنص وهي مقفوله كده اهو، والعروق بتاعتها على الحرف كده زي ما انتوا شايفين. بحطه بقى فوق بعض. طبعا الكرنب فيه ورق مقاسات، فيه كبير وفيه صغير، فحاول اقسمه كل حبه مقاس بعض مع بعض. حطيتهم وقطعت العروق بتاعتهم زي ما انتوا شفتوا كده، وبعدين قطعتهم بالطول. وتعالي نقطع بالعرض بقى على قد بقى الصباع زي ما انت بتحشي اهو. في ناس بتحبه كبير، في ناس بتحبه صغير، على قد ما انت بتحشي تحب الصباع يعني، وقطعها على قده. بصوا بسيط خالص وما خدش معايا وقت، وطلعت مرصوصه، مش لسه هقطع بقى ورص والكلام ده، لا هو مرصوص فوق بعض اهو. بقطع بس الزيادات اللي على الحرف كده عشان يبقى ايه شكلها كده الورقه مظبوطه وشكلها حلو اهو يا بنات. ودي القفله بتاعته من عند العروق برضو قطعتها. نبتدي نجيب تاني بقيه الورق اهو يا بنات، احطه على بعضه برضو زي ما قلت المقاسات زي قد بعضها اهو. نقطع كده العروق كلها مره واحده اهي، شايفين؟ ما ترميش بقى العروق دي عشان هتحتاجيها وانت بتحشي. في ناس بتحب تحطها في تحت في الحله كده قبل ما تحشي الكرنب، يعني لما تشيلي في الفريزر كل كيس كده او كل طبق فوم كده تحطي عليه كام عروش يعني من العروش دي اهو يا بنات. بصوا سهل خالص ازاي، خدش معايا وقت خالص بجد. طريقه جميله جدا اهي يا بنات، خلصت معايا بكل سهوله. انت بقى جيبي الكميه اللي تحبيها واعملي واعملي بنفس الطريقه دي اهو. بصوا انا خليت حبه برضو عشان احطهم في الحله من تحت وانا بحشي. دي انا هحشيها بقى مش هشيلها. انت عايزه تشيليها بقى تحطيها في طبق فوم وتلفي وتشيلي اهو يا بنات.